عسلامة، مرحبا بكم. يا رب إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير وسلامة، انتم وعائلاتكم وصغيراتكم الناس كل. اليوم عندي فكرة جديدة باش نعملها، هي الفريغاسي على الطريقة التونسية الحرة. الفريغاسي معناها حاجة بسيطة وحاجة معناها ما تتكلفش، ونجم الواحد معناها تنجم كل مرة تعملها في الدار لصغيراتها ويفرحوا بها. طريقة معناها صحيحة نتاع الفريغاسي، سهلة ياسر وبسيطة وما تتكلفش، يعني ما هيش مكلفة. باش نعملوا الفريغاسي هذايا، أول ما نبداو ساعة نحطوا الخميرة والسكر باش يتفاعلوا مع بعضهم، وبعد تالي نخليوها ترتاح تقريبا 5 دقائق باش تتفاعل هي والسكر. نحطوا كمية من الخميرة الفورية كما هكا، نحطوا مغرفة، نزيدوا شوية، نزيدوا نحطوا لها مغرفة سكر كما هكا، ونخلطوهم. كمية من الماء اللي باش نلموا بها العجينة، يعني الكمية دي باش نلموا بها العجينة. نجموا ما نزيدوش ماء بعد تالي، هذه تكفي. ونجموا بعد تالي معناها نزيدوا الماء، يعني هي انتي والفرينة شنو تتطلب ماء. هذه الخميرة عملناها كما هكا، نحطوها باش تتفاعل. عندي كمية من الدقيق هنايا تقريبا 500 غرام من الدقيق من الفرينة، وعندي مغرفة ملح. هذوما هما اللي باش نلموا بهم العجين، يعني مش مقصة بالكل. نلموا نخليو الخميرة تتفاعل، وبعد تالي كي نرجع لطريقة العجن ان شاء الله نوريكم، نرجع لكم ان شاء الله. وبعد ما نعجنوا العجينة نتاعنا نخليها ترتاح، ونحضروا لها شنو هو الحشو اللي باش نعملوه في الفريغاسي. نرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى. تو باش نحطوا هذايا الماء والخميرة تتفاعلوا مع بعضها، تطلع كيما هكاكا بتشوفوا فيها. تو نحطوا مغرفة تاع الملح كيما هكا، ونحطوا عليه شوية. نسيت ما قلت لكم، سامحوني، نسيت ما قلت لكمش اللي الخميرة، مغرفة الخميرة مغرفة وشوية خميرة، ومغرفة السكر مع الخميرة الفورية حطيناها في الماء دافي. الماء دافي يلزم معناها دافي، مش سخون برشا، ما كانش يطيح لكم الخميرة ما عادش تتفاعل، ولذلك لازم تكون دافي هكا. نحطوا شوية كيما هكا من اللور، ونحلوا بها الملح باش ما نعملوش الحس بالمغرفة. ندوروا كيما هكا بيدينا هكا باش يذوب لنا الملح. تو ناخذوا الفرينة نتاعنا الكل، الكمية الكل، ونحطوها ونلموا بيدينا احنا وقداش مش فيه معناها تطلب لنا من الماء. على فكرة العجينة دي نفس العجينة نتاع الباط، نفس العجينة نتاع الخبز، نفس العجينة نتاع البيتزا او اي عجينة كانت عجينة الفريغاسي. ولذلك خليني نلم العجينة نعجنها مليح، ونرجع لكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. هذه العجينة نتاعنا عجناها بالكدا، وصو حطيتها. انا ما حبيتش نصور كيفاش نعجن فيها على خاطر معناها وريتكم في الفيديوهات الاخرين كيفاش معناها نعجن. عجناها بالكدا، وصو خليتها ترتاح وغطيتها بالبلاستيك هذيا باش معناها تقعد ترتاح وتخمر في عقلها. وقت اللي تتفاعل وتخمر وقتها نخدموا عليها ونعملوا الفرن تاع الفريغاسي نتاعنا ان شاء الله. تو نرجع لكم ونوريكم ان شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى. هذه الباط تاعنا ما شاء الله راهي تفاعلت، والله خمرت بالجديد وصلت
كيما احنا نحبوها تخمر هكا. نحاولوا نخرجوا منها الهوي الكل كيما هكا بيدينا. نعملوا لها كيما هكا هكا، مش لازم نعجنها لكن نخرجوا منها الهوي الكل. وديريكت ناخذوا الفرينه كيما هكا ونبداو نخدموا عليها. نبداو ناخذوا هكا، عينك ميزانك ما غير ما تقعد معناها تقيس او قداش باش ناخذ او قداش. تعمل لها كيما هكا هكا وتحطها هنا هكا. هكا هو المطلوب. نزيد نعمل كعبة اخرى. هذه الفريغاسي تاخذ قرصة بصوابعك ويطلعوا الكل نفس الستايل، وتحطها عادي. نعمل الكمية الكل كيما هكا نقرصها ونرجع لكم ان شاء الله. هذه الكمية الكل ما شاء الله عملنا منها 500 جرام فرينة. طلعت لنا 25 كعبة فريغاسي. تو بعد ما انا معناها عملت لهم كيما هكا وحضرتهم وعملت لهم الفورمه نتاعهم، ناخذ شويه زيت كل كعبه نعمل لها هكا شويه باش ما تعملش هكا القشره الشاي هذيكا هكا هكا شويه زيت باش ما تقشرش من الفوق يعني دوبليش، ومنها باش ما يلصقش عليها البلاستيك اللي احنا مش نحطوه. هكا تو خليها كيما هكا ترتاح 5 دقايق اخرين. نعمل لها البلاستيك هذيا هكا هكا ونزيد نغطيها بالمنديله كيما هكا او سريات او كل واحد شنو يسميها. خليها 5 دقايق ونرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى. هذه الفريغاسي نتاعنا هو تفاعل طيب. هاكا ناخذ شويه فرينه نحطها كيما هكا كميه قليله، نحطوش برشا باش ما يلصقش. ناخذ الكعبه نحطو هكا الكعبه كي نجيو نقليوها لازم باش نجبدوها كيما هكا خليوهم هكا نرجع عليهم بلاستيك ونرجع عليهم منديله كيما هكا ونخليهم. لكن الكعبه كي نجيو نقليوها لازم باش ننزلوا عليها اللي يحب ينزل عليها كيما هكا باش تجي رهيفه وما تجيش معجنه من داخل، والا تجبدوها شويه كيما هكا نتوما شنو تحبوا. يا اما تنزلوا عليها هكا باش تتحل تطرح شويه خاطر هي في الزيت تلم روحها هكا وما تجيش معجنه من داخل هكا. تضغطوا عليها كيما هكا. نحط الزيت ونرجع لكم ان شاء الله. نحط تو في الزيت كيما هكا بسم الله. الزيت ديجا سخون هكا تجبدوا كعبه كيما هكا باش ما تجيش عجنه، والا تنزلوا عليها هكا كعبه الفريغاسي على خاطر هي الفريغاسي تطلع بالزيت تطلع تاخذ فورمه نتاعها وتطلع هكا
هكا تاخد الفورمه نتاعها وكيكه تجي خفيفه وتجي رهيفه وما شاء الله عليها تجي هكا. والفريكاسي لازم يكون خامر بالكدا بالكدا، ما كاش ما يطلع لكمش. نزيد كعبه اخرى، انا الحق بس نقلي في القليه ذي على خاطرها رهيفه وباهيه وواسعه. نقلي الكميه الكل ونرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى. هذا الفريكاسي نتاعنا ما شاء الله ظل كما تشوفوا فيه هكا هش وما شاء الله كاينو معناها خفيف معناها ما تتصورش قداش خفيف. هذا الفريكاسي ظل مازلنا الكميه الاولى هذيا. عندي انا من الحشو نتاع الفريكاسي طن هريسه عربي، هاكا هريسه عربي تاع تونس معموله في الدار. عندي الزيتون الاخضر، عندي العظم، عندي البطاطا طايبه، وعندي المايونيز. هذه الكعبه الاولى بالمايونيز خاطر ثما شكون ما ياكلش الحار، نحطوا لها مايونيز كيما هكا. ناخذوا شويه بطاطا كيما هكا، بطاطا مسموطه بالملح وفيها شويه معدنوس شويه زيت زيتونه. ناخذوا الطن كيما هكا، ناخذوا العظم هكا، وناخذوا الزيتون، حطوا زيتون زيادة هكا كعبة الفريكاسي. نعملوا كعبة أخرى كالعادة هكا بالمايونيز، بطاطا هكا، ناخدو الطن وناخدو العظم هكا، وشوية زيتون كالعادة. نعمر الكمية الكل ونرجع لكم ان شاء الله. قصة طرانش كيما هكا، هكا هكا. حط شوية معدنوس في البطاطا، كمية قليلة مش كبيرة. مرحبا بكم مرة أخرى. هذه في وصفة اليوم الفريكاسي التونسي. هذه وصفتنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. هذه الفريكاسي نتاعنا جزء منه عملناه بالهريسة العربي، وجزء منه عملناه بالمايونيز. ثم اللي صغارهم ما ياكلوش الحر ينجموا يعملوا لهم بالمايونيز، ويبداو الصايرات فرحانين بيه. ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم ونالت اعجابكم. ما تنساوش باش تحطوا جيم والاشتراك في القناة، ويرحم والدين كل من يساهم في دعم القناة، وبارك الله فيكم. وان شاء الله نلقاكم يا ربي خير وسلامة ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله، وبالسلامة بالسلامة وعلى خير ان شاء الله.